وسواء كانت العادات اللي انت عايز تكونها حسنه او عاده سيئه وعايز تتخلص منها، خليني اقول لك ان اللي بيوقفك عن التغيير هنا سببين. اولهم انك بتحاول تغيير الاشياء الخطا مش الاشياء اللي المفروض تغيرها، والثاني انك بتحاول تغيير عاداتك بطريقه غلط. والكاتب هنا بيقول ان التغيير بيتم على 3 مستويات، اما على مستوى النتائج او على مستوى العمليات او على مستوى الهويه. ومعنى التغيير على مستوى النتائج ان التغيير بيكون معني بالمحصلات، زي انك عايز تخس او عندك رغبه في نشر كتاب او انك عايز تفوز ببطوله وغيرها من الاهداف اللي بتحطها لنفسك. وبالنسبة للتغيير اللي بيبقى على مستوى العمليات فده بيكون معني بتغيير عاداتك وأنظمتك، وده الخطوات والقرارات اللي بتاخدها وانت في طريقك لتغيير أو تكوين عادة. تغيير النظام هو اللي بيساعدك انك تغير نتائجك ويوصلك لأهداف زي تنفيذك لنظام جديد في التدريب في الجيم أو ترتيب مكتبك عشان عملك يمشي بشكل أفضل. والنوع الثالث من التغيير هو تغيير هويتك، وده بيكون معني بتغيير معتقداتك، زي انك تغير نظرتك للعالم او نظرتك لصورتك الذاتية عن نفسك او نظرتك بخصوص الاحكام اللي بتصدرها على الناس.